حسم الأمر الذي فيه تجادلون. القعقاع نزل وكان يمارس حركاته اللي بيمارسها كل مرة، يمسك بيده ويحرك جسمه كامل، فكان متشبث بحجرة صغيرة جدا. الحجرة هذه انخلعت من تحت يده فسقط، فهوى في البركان. وعندما نزل على البركان نزل ضرب في الصخر. المشكلة ما هو انه ما يعرف السباحة او انه لقصه ثعبان او كذا، لا، انه الحرضة هي عبارة عن كذا مسلوبة، يعني المكان حقه حق السقوط ما يوصلوا لمكان الماء، وصلوا إلى الحجر، ضرب في الحجر وسقط في الماء، لذلك يقولوا انه جسمه كامل فيه كسورات. اما من ناحية قصة الثعبان انهم يتفحصوا فيه سم ما فيه سم، ما اعتقدش. الفيديو الثعبان مولد بالذكاء الاصطناعي، والدليل على ذلك ان جميع الفيديوهات اللي منتشرة فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي، ما هي حقيقية. الفيديو الحقيقي الوحيد هو ان الحجر انخلعت، وتم اثباته عن طريق تصوير بدرون واحد نزل اللي يسموه الان العقرب. القعقاع راح، ذا الحين جاء العقرب اللي بيركب الترند، بيخاطر بحياته علشان يركب الترند. المشكلة انهم هذا ولا القعقاع والعقرب وغيره وغيره ناس طيبين ومساكين، اللي بيستفيدوا منهم اللي بيصوروهم اللي مفعلين أرباح في فيسبوك في تيك توك في يوتيوب، هذولا ما عندهم قنوات، لا القعقاع ولا العقرب ولا الجني الثالث هذا والرابع اللي بينزل يتسلق. لو أنهم بينزلوا يتسلقوا معاهم قنوات بيصوروا فيها وبيكسبوا أرباح معقولة، قد بيخاطر بيمارس رياضته ومعه دخل يعني على الأقل. مثلا الحين واحد بيجي يعطيه 1000 أو بيعطيه 10,000 حسب ما قالوا، وخلاه ينزل وهو يصوره، والترند لصاحب 1000 والفلوس لصاحب 1000 وهو جالس بيضحك ومستمتع، رغم أنه هذا ذنب كبير جدا. الناس اللي نزلوا القعقاع وخلوه ينزل يكتب أسمائهم ب1000 ريال، والله كنصيحة لكم إن أنتم تروحوا تدفعوا لأسرته مبالغ مالية تكفروا عن ذنوبكم، وأيضا فوقها تساهموا في المشروع حق السياج حول البركان، لأن في ناس قد بيحاولوا يجمعوا إنهم يعملوا سياج، وفي ناس من دول الخليج بيحاولوا إنهم يعملوا مشروع، بس عندنا في بلادنا ما بيخلوا لحد حاله. أي شخص مستثمر يمني أو مستثمر أجنبي يعمل فيه مشروع راح يكرهوه بحياته من أول ما ينفذ، قبل أن يتم يطفشوه حاله، هذا يشتي حق كذا وهذا يشتي حق كذا وهذا يشتي حق كذا، لو ما يجي يشوف إن الخسارة أكثر من الربح. ولا هو مشروع رهيب جدا الحرضة، مجرد إنه واحد يعمل عليه سياج ويعمل عليه كتل خرسانية كمطلات صغيرة على أنها تكون 2 في 2 زي البلكونة، تمام، وعمل فيها جلسة واستراحة ومكان اللي بده يخزن ويكون معاهم مكان لجمع القمامة. يكون هناك أيضا من الدولة أنه مخالفة مالية على أي شخص ينزل للحرضة 100,000 200 أكبر مبلغ علشان الناس يمتنعوا، اللي يكتب اسمه، تمام، يكون الطلوع والنزول عن طريق هويتك، ويشوفوا الحارس، يوظفوا حارس هناك، شخص نزل كتب اسمه والهوية موجودة يعرفوا يطلعوه من الجن حتى لو نزل من الناحية الثانية. أيضا الناس اللي بيركبوا الترند علشان القعقاع، هذا ولا لو يدفعوا الفلوس حق الفيديوهات للقعقاع، يدفعوا فلوس الترندات للمشاهير، الناس المشاهير اللي بيحصل 10,000 دولار مجرد ما ينزل فيديو، بيحصل 5,000 دولار مجرد ما ينزل فيديو. ادفع الفلوس إذا أنت حقا بدك تعمل خير، ادفعها لأسرة القعقاع وساهم في بناء المشروع.